تخيل معايا عالم رياضيات فضل طول عمره يحسب احتمال كل حاجه في الكون، لحد ما في يوم قرر يحسب احتمال موت. العالم ده اسمه ابراهام ديموفر. ابراهام لقى نفسه بينام كل يوم ربع ساعه زياده عن المعتاد، وفي اللحظه دي قرر ان هو يحسب يوم وفاته. ومن هنا بحسبه بسيطه خالص لقى ان يوم وفاته يوم 27 نوفمبر 1754، وفي اليوم ده وفي الساعه المحسوبه بالظبط مات ابراهام. هل الرياضيات توقعت موته، ولا الرياضيات هي اللي موتته، ولا عقله لما صدق كان السبب في انه يثبت لنفسه انه صح؟ القصه مش قصه ديموفر لوحده، ده القصه قصه عباقره غيروا التاريخ وكانوا السبب في ان هم يقتلوا نفسهم. احنا قدام لغز كبير اسمه الان تورانج. الان العبقري اللي فك شفره انجاما النازيه اللي كانت السبب في انقاذ ملايين البشر في الحرب العالميه الثانيه، لقوه ميت في بيته وجنبه تفاحه مسممه. سمم نفسه. ومش بس الان، ده كورت جودل العالم العبقري صاحب منطق الرياضيات خاف ان حد يسممه ومات وهو خايف انه ياكل، ومات وهو وزنه 30 كيلو بس. مش بس كده، وعالم الرياضيات الثاني اللي قبل ما يدخل مستشفى النفسيه حضن ابنه وضربه بالنار وقام ضارب نفسه وكمان بالنار. الناس دي وقعت في الكماليه المنطقيه. الرياضيات علمتهم ان 1 زائد 1 2، مفيش احتمال تاني. فلما الحياه كانت بتديلهم معادله صعبه او مجهوله اللي هي اكس، عقولهم كانت بتعمل ايرور وبتختار النهايه عشان تقفل المعادله، عشان ما لقيتش حل. لكن الموضوع مش مجرد عباقره بس، ده الموضوع وصل لبيوتنا. افتكروا كده معايا قصه بسنت خالد، بنت في مقتبل العمر وقعت لضحيه لحسبه قذره من شباب بلا ضمير، مفيش في قلبهم ذره رحمه، ابتزاز الكتروني وصور مفبركه. بسنت ما انتحرتش عشان الارقام، انتحرت بسبب حسبه هي حسبتها غلط. كلام الناس زائد نظره الاهل زائد الفضيحه بتساوي نهايه الحياه. حسبه المجتمع فرضها عليها، اختارت حبايه تقتلها عشان تهرب من الحسبه اللي المجتمع فرضها عليها. وزي طالب الثانويه العامه بالظبط اللي بيشوف ان النص في المية اللي اقل من كليته هو نهايه العالم، وزي الشاب اللي انتحر من فوق برج القاهره عشان كان حاسس انه صفر على الشمال في نظره اللي حواليه، وزي بسنت اللي من اسبوع رمت نفسها من الدور ال13 وسابت وراها عيالها واهلها وكل حاجه. الموعظه هنا صعبه. احنا بقينا بنختصر الانسان في رقم، مجموعك كام، قبضك كام، عندك كام فولور، سنك كام، وما اتجوزتش لسه ليه لحد دلوقتي. لما بنحول حياه البشر لمعادلات جافه بنسحب منها الروح، وبنحول اي فشل في الرقم لقرار بالانسحاب من الحياه. يا جماعه الرياضات علم عظيم عشان نفهم بيه الكون، مش عشان نحكم بيه على نفسنا. اكبر غلطه حسابيه ممكن ترتكبها في حياتك هي المعادله دي. قيمه الانسان بيساوي انجازه او صورته قدام الناس. المعادله دي طبعا غلط لانك انسان، مش لانك ناجح او فاشل في نظر الارقام. الحياه فيها عشوائيه واحتمالات كتير، والجمال في الحياه ان مش كل حاجه لها حل منطقي وفوري. في الرياضيات وعلوم النظم في مفهوم مهم جدا اسمه النقطه الحرجه. يعني ايه؟ يعني نظام يفضل مستحمل 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 وبعدين ينهار فجاه. الناس من بره بتقول ازاي كان طبيعي، لكن الحقيقه ان ده مش انهيار مفاجئ، ده مسار، ده كان تراكم، ضغط فوق ضغط وصمت فوق صمت ووحده فوق وحده. وده معنى مهم جدا. الانهيار ما يبقاش لحظه، ده بيكون مسار. والانسان احيانا ما بيقدرش ينقذ نفسه من جوه الدايره اللي هو محبوس فيها، وبيحتاج حاجه من بره النظام، صديق، اهل، دكتور، كلمه حلوه، حضن، او حتى سؤال بسيط جدا: انت عامل ايه؟ بجد. عارف بقى ايه الفرق اللي بين الناس اللي بتنتحر دي كلها وبين الحقيقه؟ الحقيقه ان مشاعرنا وحياتنا مش داله خطيه ماشيه في اتجاه واحد للنهايه. حياتنا شبه داله الجي، عباره عن قاعان وقمم. اف اوف اكس بتساوي ساين اكس. بص يا محترم معايا على المنحنى بتاعها، طالع نازل طالع نازل، قاعان وقمم. القمه هي لحظات النجاح والفرح، والقاع هي لحظات اليأس والوجع. المشكله بقى يا محترم ان احنا لما بنكون في القاع بننسى طبيعه الدله، بنفتكر ان منحنى اليأس هيفضل مكمل نزول الى ما لا نهايه. لحظه الانهيار بتحصل لما بنحاول نثبت المنحنى عند القمه غصب عننا، وبننسى تماما طبيعه الدله، او لما بنفقد الامل ان القاع وراه صعود. العبقريه محترم مش انك تفضل فوق، العبقريه انك تفهم ان النزول جزء من المعادله ومن غيره مفيش صعود. ابراهام مات في الميعاد اللي حدده لنفسه عشان يثبت انه صح، وبسنت ماتت عشان تثبت انها بريئه، وغيرهم بيموتوا كل يوم عشان يهربوا من سجن الارقام والتقييمات اللي احنا عايشينهم فيها طول عمرنا. والسؤال اللي بسيبه لك النهارده يا محترم: لو كانت حياتك عباره عن معادله رياضيه صعبه ومعقده، هل هتفضل تحاول تحلها مهما خدت وقت، ولا هتقطع الورقه وتقفل الكشكول لمجرد انك مش عارف تطلع الناتج اللي هيرضي الناس؟ ده كان في حب الرياضيات. السلام عليكم.